تواصل الجزائر استغلال القضية الفلسطينية في نزاع الصحراء المغربية، وفي ظل الإشادة العربية والدولية بالدور المتواصل الذي يبذله المغرب من أجل الدفاع عن هذه القضية برئاسة لجنة القدس. وعلى هامش أشغال الدورة العادية 57 لمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة بجنيف، نظم ما يسمى بمجموعة أصدقاء الصحراء بزعامة الجزائر وجنوب إفريقيا لقاء حول الاحتلال والحق في تقرير المصير، في إطار تمرير مغالطات تشبه نزاع الصحراء المغربية بالقضية الفلسطينية. وتعمد أعداء المغرب بمجلس حقوق الإنسان عدم فتح باب المداخلات في هذا اللقاء، خوفا من نسف هذا الاستغلال المقيت للقضية الفلسطينية التي تحظى بإجماع ملكي وشعبي في المغرب. ونددت عائشة دويهي، ناشطة حقوقية مغربية رئيسة مرصد جنيف الدولي لحقوق الإنسان، بالمقاربة الخاطئة لأعداء الوحدة الترابية بخصوص التعاطي مع نزاع الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية. وتابعت: هذه المقاربة غير سليمة بتاتا، ولا يمكن الزج بهذه المقارنات، تختلف في الأساس وفي المضمون والشكل أيضا. وأضافت الناشطة الحقوقية: نحن ندين كل المقاربات التي تمس بالقضية الفلسطينية وتفرغها من فحواها. هذا نوع من تسييس القضايا بشكل مقيت على النقاش الذي كان من الواجب أن يدور هنا تحت قبة مجلس حقوق الإنسان. وأشارت رئيسة مرصد جنيف الدولي لحقوق الإنسان إلى أن خطة المغرب خلال الرئاسة الحالية لمجلس حقوق الإنسان سبق أن نبهت إلى عدم تسييس القضايا الحقوقية والعادلة، في المقابل فتح نقاشات الحقوق المحض بعيدا عن أي مناورات. واعتبرت أن تنظيم هذا اللقاء من قبل محور العداء هو نوع من الهروب إلى الأمام ومحاولة لإبعاد الأطراف المعنية عن النقاش السديد والصائب من أجل حل النقاش الموجود، مشيرة إلى الوعي المتنامي بمغربية الصحراء من خلال سلسلة الاعترافات الدولية بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. من جانبه أكد حماد البيهي رئيس رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان أن الفعاليات القديمة من الأقاليم الصحراوية تفاجأت بهذه الندوة المقارنة للمنظمة بقيادة الجزائر وجنوب إفريقيا. وانتقد البيهي انحطاط النظام الجزائري من خلال هذه المقاربة الخاطئة بين القضية الفلسطينية ونزاع الصحراء، مضيفا: بالنسبة لنا القضية الفلسطينية كانت دائما وستبقى محط إجماع من قبل الأمة الإسلامية وكل المغاربة. يشار إلى أنه في الوقت الذي خرجت فيه مسيرات بعشرات الآلاف في المغرب تنديدا بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، منعت الجزائر خروج مسيرة تضامنية مع فلسطين في شوارع الجزائر، وهو ما يشكك في نوايا الخطاب الجزائري تجاه القضية الفلسطينية. وكان ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج انتقد تسييس ملفات بمجلس حقوق الإنسان الأممي. وقال المسؤول الحكومي ذاته خلال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: رغم الإنجازات المتميزة التي حققها المجلس منذ إنشائه، فهو يواجه تحديات تعيق مسيرته. فمجلس حقوق الإنسان الذي تم إنشاؤه بهدف الحد من التسييس والانتقائية وسياسة الكيل بمكيالين يشهد حاليا محاولة استغلال بعض القضايا وتحريفها عن أهدافها من أجل خدمة أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان.